فيديو النهارده خلينا نتعرف على فريق كريشا كوماندوز، والفريق ده اللي هيتقدم معانا في بدايه العالم السينمائي الجديد بتاع دي سي التابع للمخرج جيمس جان. لو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشترك وفعل زر الاشعارات على الكل عشان يوصلك كل جديد، والاهم ما تنساش تحط لايك على الفيديو. ومن غير ما نطول في الكلام يلا بينا نبدا. كريشا كوماندوز هو فريق من الابطال الخارقين في قصص الكوميكس بتاع دي سي كوميكس. الفريق ده مميز بان اعضائه بيشبهوا الوحوش الكلاسيكيه اللي بنشوفها في الافلام والروايات. واول ظهور للفريق كان سنه 1980 في سلسله وورد وور تيرلز، واللي كتبها جي ام دي ماتس واللي رسمها برويدر. الفريق ده بيجمع من عناصر الرعب والاكشن في اطار قصص الابطال الخارقين. واعضاء الفريق الاصلي فرانك روك. فرانك هو القائد العسكري للفريق، وبيتميز بانه جندي مخضرم عنده خبرة كبيرة في المعارك، رغم انه بني ادم عادي وما عندوش قدرات خارقة، لكنه عنده مهارات قتالية ممتازة وعنده كمان ذكاء تكتيكي عالي جدا. فرانك هو الشخص اللي بيحط الخطط وبيقود الفريق في المهمات الخطيرة، وبيقدر كمان انه يتعامل مع كل عضو في الفريق بطريقة تخليه يستفيد من قدراته الفريدة. ففرانك هنا بيكون دايما في الصفوف الامامية وبيمثل الرابط اللي بيجمع الفريق كله. عندنا بعد كده شخصية جاك راسل وولف. فاللي بنعرفه هنا كده ان جاك هو راجل بيتحول لذئب مستذئب عند اكتمال الامر. التحول ده بيديه قوة وسرعة خارقة، بل كمان مش بيتوقف لحد هنا، بتديله كمان حواس ذئب. حواس دي بتكون حادة زي السمع وكمان الشم. جاك يمكن يكون بيعاني من لعنة الاستئذاب، ولكن في النهاية بيستخدمها لصالح الفريق في المعارك. غير كمان ان هو بيكون مفيد جدا في المهام اللي بتحتاج تعقب او قتال قريب. التحول بتاعه بيخليه شخصية غير مستقرة شوية، لكنه بيعرف يسيطر على نفسه في الاوقات الحاسمة. بعد كده معانا شخصية فينسنت فليبس، واللي بيعرف بشخصية فامباير. فاللي بنعرفه كده عنه ان هو كان جندي عادي لغايه ما تحول وبقى مصاص دماء. كمان بنعرف ان هو عنده قدرات مصاصين الدماء التقليديه زي التحول لخفاش. غير كمان ان هو عنده قوه خارقه وسرعه، لكنه كمان بيتاثر بنقاط ضعف مصاص الدماء: الحساسيه لضوء الشمس. فاللي بنعرفه عنه كمان ان هو بيكون عضو قوي جدا في الفريق، ولكن في نفس الوقت لازم ياخد احتياطاته علشان خاطر ما يتأذيش في يوم من الايام من الشمس. اللي بنعرفه كمان ان هو عنده مهارات كتير في التجسس وكمان التنكر، وده كمان بيخليه مفيد جدا في المهمات اللي بتكون سرية. بعد كده الشخصية اللي معانا هي الدكتورة ميدوسا. شخصيتها مستوحاة من الأسطورة ميدوسا اللي عندها شعر من التعابين بيحول الناس لحجر لما يبصوا للتعابين دي. دكتورة ميدوسا بتكون عنصر فريد وخطير في الفريق بتاع كريشا كوماندوز. قدرتها دي بتكون مفيدة جدا في المعارك، وبالتحديد كده ضد الأعداء اللي ما بيقدروش يتجنبوها. هي كمان عندها معرفة كبيرة بالعلوم والأبحاث، وده بيساعد الفريق في فهم التهديدات الخارقة للطبيعة اللي بيواجهوها في وقت المعارك. عندنا كمان الشخصية اللي بعدها بين هانتر، محقق جرائم القتل السابق. بيتم تجنيد هانتر خلال الحرب العالمية الثانية وشكل هيل كاتس، وأيضا والد النقيب في الهانتر. في المستقبل كده بيتم تجهيزه بعمليات زرع جسد، وحاجة زي دي بتوصل في النهاية لتمديد شبابه، وبيخدم في النهاية فريق كريشا كوماندوز. بعد كده معانا دكتور فوسفور، واللي بنعرفه كده ان هو جدار ناري غاضب وشفاف، والمفروض في الاساس هو الدكتور اليكس. بيحصل على القوه بتاعته لما اصبحت النواه النوويه غير مستقره، علشان في النهايه جسمه بالكامل بيغرق في الفسفور المشع الساخن. وبعد حاجه زي دي بيحترق جسمه لما بيكون على اتصال بالهواء في اي وقت، علشان بعد حاجه زي دي نعرف كده ان هو بيسعى للانتقام من الناس اللي تسببوا في الحادث المميت ليه. الشخصيه اللي بعد كده اليو تايلور، واللي بنعرفه كده ان تم تغيير جسمه بالكامل علشان خاطر يشبه الوحش فرانكنشتاين كتجربه في الحرب النفسيه للقتال في الحرب العالميه الثانيه. ولكن هنا مع ادخال فرانكنشتاين الفعلي لعالم دي سي بيتم استبداله مع فريق كريشا كوماندوز. فاللي بنعرفه هنا كده ان الفريق ده اتكون في فتره الحرب العالميه الثانيه بقرار من الجنرال ماسيو شرينجر. واللي كان عاوز يعمله هنا ان عاوز يعمل فريق من الجنود بقدرات خاصه علشان خاطر ينفذوا مهمات سريه وخطيره ضد قوات المحور. الافراد دول اتجمعوا عشان يبقوا الامل الاخير في مواجهه التهديدات الخارقه للطبيعه والاعداء الغير تقليديين. الجنرال شرينجر كان مؤمن ان القدرات الفريده للاعضاء دول ممكن تكون المفتاح للنصر في المعارك الصعبه، وده علشان خاطر في النهايه وصل بالامر لتكوين الفريق ده. كريشا كوماندوز بياخدوا مهمات كتير زي التجسس، العمليات العسكريه الخاصه، وكمان الانقاذ بفضل تنوع قدرات اعضائه. الفريق هنا بيقدر يتعامل مع التهديدات الخارقه للطبيعه والاعداء الغير تقليديين. كل مهمه بتحتاج استخدام مهارات كل عضو، وده بيحصل بطرق مبتكره لتحقيق النجاح في النهايه. الفريق ده دايما بيكون في الصفوف الاماميه لمواجهه الاعداء اللي البشريه العاديه ما تقدرش عليهم في يوم
يوم من الايام. فهنا كده زي مهمات التجسس، الفريق بيستخدم قدرات فينسنت وكمان فيكتوريا في التجسس والتنكر علشان خاطر يجمعوا معلومات عن الاعداء. ففينسنت هنا بيقدر يتحول لخفاش وبيقدر يروح لاي مكان بدون ما اي حد ياخد باله. اما فيكتوريا فبتستخدم قدراتها العلميه عشان تحلل البيانات وتكتشف نقاط ضعف الاعداء. العمليات العسكريه فرانك وجاك وورد بيكونوا دايما في الصفوف الاماميه. في العمليات اللي زي دي فرانك بيخطط للمهام وبيوزع الادوار على بقيه اعضاء الفريق، وجاك بيتحول للذئب وبيستخدم سرعته وقوته في المعارك، وورن بيستخدم قوته الجباره علشان خاطر يضرب الاعداء ويحمي بقيه الفريق من اي خطر قادم. الفريق كمان بيستخدم قدرات كل اعضائه في مهام الانقاذ الصعبه. الدكتور ميدوسا بتستخدم شعرها المكون من التعابين علشان خاطر تحول الاعداء لحجر، وعن طريق حاجه زي دي بتقدر ان هي تفتح الطريق لبقيه الفريق. وورن بيستخدم قوته علشان خاطر يرفع الانقاض وينقذ الناس المحبوسه، وحاجه زي دي بتوريك الكيمياء اللي ما بين اعضاء الفريق علشان في النهايه يقدروا ان هم ينجحوا في عمليه الانقاذ. على مر السنين الفريق شاف تغيرات كتيره في التشكيله بتاعته والمهمات، بنشوفهم انهم بيضيفوا شخصيات جديدة وحسنوا كمان خلفيات وقصص الاعضاء الاصليين عشان تناسب الاجواء الحديثة في الكوميكس. الفريق تعرض لنسخ جديدة، وده بيحصل في قصص مختلفة بتتعامل مع تهديدات حديثة، وده بيوضح ان الكوميكس عندها مرونة في اعادة تشكيل الفريق والشخصيات بطرق جديدة. بعد الشخصيات كمان اتطورت وتم تحسين قدراتهم عشان تناسب الاجواء. مثلا شخصية وورد بقى عنده قدرات جديدة زي الشفاء السريع، وكمان شخصية فينسنت بقى عنده طرق جديدة علشان خاطر يقدر ان هو يتجنب الشمس. بنعرف كمان ان الفريق ضاف اعضاء جدد على مر السنين. بعض الاعضاء الجدد بيكون عندهم قدرات خارقة تانية زي التحكم في النار او حتى الماء، ده بيساعد الفريق في مواجهة تهديدات جديدة. فزي ما هنا بنشوف كده تطورات بتحصل داخل الفريق، والتطورات دي في القدرات بتاعتهم بنشوف كمان قصاد حاجة زي دي تطورات بتحصل في الاشرار بتاع الفريق. في الإصدارات الحديثة من دي سي كوميكس الفريق اتقدم تاني بتركيبة جديدة فيها بعض الأعضاء الأصليين وأعضاء جدد. الفريق بيواصل التعامل مع التهديدات الخارقة للطبيعة بس في إطار زمني مختلف، وكمان سياقات جديدة. القصص الحديثة ممكن تتضمن تعامل الفريق مع التكنولوجيا المتقدمة والتهديدات العالمية. كريشا كوماندوز يعتبر كده جزء فريد ومثير في عالم دي سي كوميكس علشان بيجمع بين عناصر الرعب والأكشن في إطار قصص الأبطال الخارقين. القصص هنا بتتناول الفريق بتقدم مزيج من الرعب والتشويق والمغامرة، وده بيخليها مثيرة للقراء ومحبوبة عند الجمهور. الفريق كمان بيعكس فكرة التعاون بين الأفراد اللي عندهم الخلفيات والقدرة المختلفة لتحقيق هدف مشترك، وده كمان بيضيف عمق إنساني على القصص بتاعتهم. الفريق ده كمان مش بس بيظهر في الكوميكس، لكنه كمان امتد لوسائل إعلام تانية زي الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو. شخصيات ظهرت في مسلسلات كرتونية وألعاب فيديو جيم، وده ساعد في تعزيز شعبية الفريق وجذب الجمهور أكتر. الفريق كمان ظهر في مسلسلات كرتونيه كتير، واللي ساعدت في تعريف الجمهور الجديد بالشخصيات والقصص بتاعتهم. المسلسلات دي كانت بتحكي قصص مختلفه عن الفريق وبتعرض مغامراتهم بشكل ممتع ومثير. بالنسبه لالعاب الفيديو جيم الفريق كمان ظهر في العاب فيديو مختلفه، واللي ساعدت في تعزيز شعبيه الشخصيات. فالالعاب دي كانت بتتيح اللاعبين فرصه التحكم في الابطال واستخدام قدراتهم في معارك ضد الاعداء. كريشا كوماندوز هو فريق فريد من نوعه في عالم دي سي كوميكس، بيجمع بين شخصيات بتشبه الوحوش الكلاسيكيه في اطار قصص الابطال الخارقين، ودول اللي اتكونوا عشان خاطر يخوضوا معارك ضد تهديدات غير تقليديه وخارقه للطبيعه. في النهايه بيخليهم فريق مثير ومحبوب عند محبي الكوميكس على مر السنين. الفريق استمر في التطور والتكيف مع التغيرات في عالم دي سي كوميكس، ده بيأكد معانا كده على جاذبيتهم الدائمه وامكانيه استكشاف قصص جديده ومثيره معاهم. وبكده فيديو النهارده يكون خلص. لو عجبك ما تنساش اللايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشترك وتابع الاكونتات والقنوات بتاعتنا هتلاقيهم في الديسكريبشن تحت. واستنوني في الفيديو اللي جاي. سلام.